مساء الخير. النهارده هنعمل كفتة صيامي بجد طعمها حلو قوي وريحتها كمان جميلة وفي منتهى السهولة. اتمنى تضغطي لايك للفيديو ده علشان يروح لكتير من المتابعين. اول حاجة معايا كوباية ونص عدس بجبة سلقتهم، يا تسلقيهم يا تنقعيهم ليلة كاملة وصفيتهم كويس من المية بتاعتهم. معايا بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، 3 فصوص توم، بطاطساية مسلوقة، شبت وكزبرة، كمون، فلفل اسمر، كاري. هبدأ كده اجيب الكبة وابدأ اضيف فيها كده شوية من العدس بجبة اللي زي ما قلت لكم سلقته كويس ومصفياه من المية. بضيف كده شوية من العدس بجبة وببدأ اضيف كده باقي مكونات الكفتة وافرم الخضرة طبعا بتاعة الكفتة واضيف كده، وبنفس النظام كل الكمية هضيف العدس بجبة والخضرة بتاعة الكفتة وابدأ افرم لحد ما اخلص باقي الكمية. انا خلصتهم كده. ببدأ برضو اضيف ايه عشان يديها ريحة حلوة الكفتة الصيامي وطعم. بضيف معلقتين كبار من الفيجيتار، ادي معلقة ودي التانية، دي تاني معلقة من الفيجيتار اللي هو في البلاد العربية بيسمى فتات القمح او فتات الخبز. ببدأ كده ايه اقلبهم مع بعض، ولسه هضيف مكون كمان هو اللي بيخلي الكفتة بيخليها كده ايه متماسكة. ضفت نص كوب دقيق، ده ربع كوب، يعني الكمية لو كبيرة ضيفي نص كوب من الدقيق، هو اللي بيربط الكفتة معاكي بجد بيربطها. اي كفتة صيامي بتضيفي لها ربع كوب من الدقيق استحالة تفك منك. ببدأ كده اقلبها انا ببدأ بقى هصبع دلوقتي معاكم. ببدأ كده اجيب عجينة الكفتة وابدأ اصبعها كده. طبعا انا بدأت اصبع من بدري شوية علشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. ببدأ كده اصبعها زي ما انت شايفة قد ايه متماسكة. زي ما قلتلك ربع كوب الدقيق ده بيخليها استحالة تفك منك اي عجينة كفتة صيامي. الناس اللي بتعمل الكفتة وبتقلق منها ضيفي بس ربع كوب الدقيق وهي استحالة تفك منك. زي ما انت شايفة كده انا خلاص كل الكمية طبعا هصبعها بنفس النظام، وهقلي طبعا حسب الرغبة. بس الأول هدخلها ايه الفريزر لمدة 10 دقايق، أو لو في التلاجة من تحت تبقى ايه ساعة أو ساعتين. لو انتي مستعجلة بتحطيها في الفريزر لمدة 10 دقايق. وبتقلي طبعا الكفتة حسب ايه أفراد الأسرة دلوقتي هتاكلوا منها، فبتقلوا حسب ما انتوا ايه عايزينه، بتتشال عادي في التلاجة. ببدأ كده الزيت بيكون سخن وابدأ ايه احمرها. طب لو انت مش حابه تقليها في الزيت ممكن تجيبي صينيه تدهنيها، تدهني وتدهني وش الاصابع بتاعه الكفته وتدخليها الفرن هتستوي معاكي برضو هتطلع طعمها حلو. اول ما بتحمر كده ببدا اقلبها. قد ايه شايفين انتوا متماسكه ازاي. طبعا كل اللي بتحمر ببدا اقلبها. زي ما انتوا شايفين كده انا بدات خلاص كده يستووا معايا وقلبتهم كويس، واللي تستوي طبعا هخرجها على مناديل مطبخ. زي ما انت شايفة كده قد ايه متماسكة بجد وريحتها حلوة خالص، وكمان طعمها جميل جدا. ببدأ كده اخرج الكفتة بجد طلعة حلوة قوي وريحة كمان جميلة. بجد حاجة كده حلوة خالص وسهلة وبسيطة وما خدتش منك وقت خالص. بجد اتمنى تجربيها، ريحتها كمان جميلة جدا. طبعا انا مملحة الكفتة دي، بس انا نسيت اقول لكم ان انا ضايفة ملح، يعني انت تضيفي ملح وهي بتتفرم في الكبة. بجد طالعة كده ايه جميلة خالص وطعمها مميز، الأطفال عندك هتحبها جدا وهتطلبها منك على طول. بجد حاجة كده ايه بسيطة وسهلة خالص، وكمان في الصلصة بتبقى حلوة خالص، وبتتاكل بالرز بعيش زي ما انتي حابة.